عندي محلول جفاف وعندي محلول متاني. انا حطيت لهم محلول متاني اللي هو اللي احنا بنعلقه لما بنبقى تعبانين وبنحط فيه الادويه دي، وعندي محلول جفاف اهو انا حطيت لهم منه تاني. ده محلول جفاف برضو انا بجيب الحاجه الكبيره دي بدل ما اجيب التذاكر الصغيره. انت عايزه تجيبي التذاكر الصغيره دي حاجه ترجع لك. انا محلول الجفاف ده ما بيتقطعش من عندي، ولو في ادويه كمان بحط معاها محلول جفاف، حتى لو مضاد حيوي وتحطي معاه محلول جفاف مفيش اي مشكله. محلول الجفاف ده مفيش منه اي ضرر. يعني انت مثلا لو الفراخ حاسه ان هي بتسل او روحها رايحه كده او في اي حاجه ومحتاجه تحطي محلول جفاف، وفي نفس الوقت عندك ادويه عايزه تحطيها، نحطها عادي، يعني تحطي المحلول معاه. تمام كده خلصنا من نقطه محلول الجفاف. محلول الجفاف اول 8 ساعات يا جماعه لازم تحطيه، لازم تحطيه. اما بقى تعالوا بقى معايا هنشوف ايه الادويه اللي احنا لازم نجيبها مع الفراخ.